مساء الخير او صباح الخير على حسب ما انت بتسمعني يا حبيب قلب طلاب اولى ثانوي، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير يا رب. النهارده انا جاي لك بمفاجاه، انا جاي احل معاك 50 سؤال على الوحده الاولى فلسفه والوحده الاولى منطق. طيب انا شرحت لك يا معلم الوحده الاولى فلسفه والاولى منطق في عندنا في القناه بتاعتنا لو عايز تتفرج على الشرح. بعد كده قلت احل معاك كمان 50 سؤال عليهم عشان تخش امتحان الشهر وانت حاطط رجل على رجل. ومش بس كده، ال 50 سؤال دول مش هيطلع منهم امتحان الشهر، ومش هيطلع منهم كمان الجزء الاولاني في امتحان اخر السنه. فانا عايزك تركز معايا. طبعا طلاب السنتر عارفين ان ال 50 سؤال دول كان عندك امتحان شامل، فانا دي بحل لك الامتحان الشامل هو عشان تبقى انت عارف ايه الغلطات اللي انت غلطتها والتصحيح بتاعها ايه. يلا بينا يلا بينا. اول سؤال يا معلم بيقول لك ايه؟ لقد عرف البيئه، مؤتمر البيئه، بانها رصيد الموارد الطبيعيه. طيب الكلمه دي مهمه. المتاحه في وقت ما ومكان ما لاشباع حاجات الانسان وتطلعه. يعبر ما سبق عن مفهوم البيئه من حيث ايه؟ طب يا معلم بيكلمك مفروض كده انا عشان بس الخص لك الموضوع لغويا، امتى اختار البيئه لغويا؟ لما يقول لك عن المكان اللي انت ساكن فيه. طب امتى اختار الصلاحيه؟ لما يقول لك مثلا عن الموارد اللي موجوده حواليك اهي زي دي الموارد الطبيعيه. لما يكلمك عن فكر سياسي، فكر اقتصادي، فكر بيئي، الكلام ده كله تختار على طول الصلاحيه. طبعا لو اكلمك عن الموارد الطبيعيه فهنختار الصلاحيه. طب السؤال اللي بعده بيقول ايه؟ خلال القرن التاسع عشر اختفى حوالي 45 نوعا من طيور الحيوانات بالوطن العربي، مثل الفهد الأسئوي ودب الجبال الأطلسي بالمغرب، وذلك لملاحقتها بالشباك والأسلحة النارية المتقدمة. طب يا معلم كده من غير بس ما أشوف الاختيارات، أنا بصيت في السؤال لقيت إن في حيوانات اختفت وحصل خراب وبتاع مش عارف إيه، فده أكيد مرحلة القهر والإيه؟ والاستبداد. طب يا مستر أنا نزلت تحت ما لقيتش مرحلة القهر والاستبداد. شوف الحاجات اللي ينفع ليها، يعني تأليه الإنسان للبيئة دي مرحلة التقديس والتأليه مش عندي. محاولة فهم البيئة دي مرحلة التفسير والتوظيف مش عندي. طيب صون الإنسان للبيئة ده الاحترام والصون برضو مش عندي. بص دي اختلال توازن البيئة، دي الصح. ليه؟ عشان لما حصل قهر واستبداد حصل ايه؟ اختلال في التوازن بتاع البيئة. طب السؤال اللي بعده يقول الصيفي شعائر وتعويذات وأناشيد دينية تدور حول فكرة صعود روح الملك إلى السماء في ملكوت الآب إله الشمس رع وسط تهليل الآلهة. تشير المقولة إلى فكر البيئي في المصري القديم من حيث إيه؟ طيب بص كده يا معلم، هل هو قال حاجة عن نهر النيل؟ لا يا مستر، ما قالش حاجة عن نهر النيل. طب حلو جدا. طب هو قال حاجة عن الطبيعة، الوجود الطبيعي في العالم؟ لا يا مستر. يبقى بص أنا بستبعد. طب يا مستر هو ربط بين أشياء، يعني ربط مثلا بين البيئة والسماء والآلهة والكلام ده؟ لا ما ربطش، يبقى دي غلط. ايه الوحيدة اللي نفعت عندي؟ بص انا بحل السؤال ازاي؟ بس بالاستبعاد. ايه الوحيدة اللي نفعت عندي؟ كتاب الموت. تمام تمام. طب السؤال اللي بعده، أكد العلماء على أن الأقاليم معتدلة المناخ. طيب حلو جدا. الأقاليم دي مهمة. يتميزون بالاعتدال في أخلاقهم بعكس الأقاليم شديدة الحرارة أو شديدة البرودة فلا يتحقق لسكانها ذلك. يدل المسبق على الفكر البيئي عند مين؟ طب يا معلم أنا أصلا قلت لك مين المؤسس علم العمران اللي هو اتكلم عن الأقاليم؟ مين؟ ابن خلدون صح؟ هو الوحيد اللي أسس علم العمران، فهو اللي اتكلم عن الأقاليم. لما يكلمك عن الأقاليم تعرف على طول ده ابن خلدون. طب لو كلمك عن الطب والأمراض والأوبئة ده ابن رضوان. طب لو كلمك عن أخلاق الأرض ده مين؟ ألدربوت. طب بكلمك عن المسؤولية والأجيال المستقبلة ده هانز مين؟ يوناس. طب اللي بعده، لقد نظر الإنسان إلى الطبيعة وكائناتها على إنها المجال الحيوي لاختبار قدراته. بص حلوة كلمة لاختبار دي، اختبار دي تدل لي على التجربة، ودي كلمة التجربة دي هتدخلك في حتة الإجابة. وتطويع الطبيعة لصالحه واستخدام كل مقدرات البيئة لمنفعته. طب امتى في أي مرحلة حصلت التجربة؟ قلنا فين؟ في الاستغلال والسيطرة صح؟ عشان بدأ الإنسان يستغل الموارد بتاعت البيئة ويعمل تجربة عليها ويستفيد بالمواد الطبيعية اللي كانت موجودة في البيئة. فعشان كده كلمة الاختبار دي حلت لك السؤال اللي هي الاستغلال والإيه؟ والسيطرة. طيب سؤال رقم 6، يجب حماية الموائل الطبيعية والتي تشمل الموائل المائية زي البحار والمحيطات والأنهار، والموائل البرية كمان اليابس والغابات والصحراء والأرض الرطبة، فذلك أمر ضروري لدعم التنوع البيولوجي ومكافحة تغيير المناخ بصرف النظر، حلو الحتة دي، بصرف النظر عما يحق ذلك من منافع بشرية. طب بص كده ركز معايا، بيقول لك ان انا المفروض احافظ على البيئة البحر واليابس بصرف النظر
ان البشر يستفيد منها ولا لا. طب مين اللي كان عايز يحافظ على البيئه ككيان البيئه؟ التوجيه الايه؟ المثالي، صح؟ هو ده الوحيد اللي ينفع. طيب كده كده اصلا النفعي هو العملي، صح؟ طيب اللي بعده يقول ألدوس هيكسلي: نحن لا نرث الأرض من أجدادنا بل نستعيرها ونحافظ عليها ونتركها لأطفالنا. طب بص بيقول لك إيه؟ إحنا بنرث الأرض بتاعتنا ونستعيرها ونحافظ عليها ونتركها لأطفالنا. مين اللي اتكلم عن المستقبل؟ أنا لسه قايله لك فوق، هانز مين؟ هانز يوناس. طيب اللي بعده قيام الباحث بالمقارنة بين الظواهر المختلفة ليجمع الحالات التي توجد فيها الظاهرة والحالات التي تختفي. بص الحتة دي، توجد فيها الظاهرة، يبقى هو بيتكلم عن ايه؟ عن اثبات الظاهرة، خواص الظاهرة موجودة، والحالات التي تختفي اللي هو نفي الظاهرة او الحالات مش موجودة فيها. يشير ما سبق الى اثنين من قوائم البحث عند بيكون هما على الترتيب ايه؟ اول حاجة كانت الاثبات، بعد كده النفي او الغياب، هي اول واحدة. كده كده اصلا الغياب هو النفي، فما ينفعش اختار رقم ده اساسا. طيب سؤال 9: الكلمات، اول كلمه مفتاحيه، الكلمات تعبر على اداه مزدوجه لاستخدام، فيمكن ان تكون مفتاح لفهم العالم او سجن للعقل وما يفهمهاش. يبقى الكلمات ممكن ان انا افهمها وممكن ان انا ما افهمهاش. يدل ما سبق على احد الاوهام عند بيكون. طب مين اللي اتكلم عن الكلمات اللي انا مش فاهمها؟ دي كانت اوهام الايه؟ السوق، صح؟ مش احنا اتكلمنا عن اوهام السوق اللي هي لما يقول لك في كلمات ليها كذا معنى او كلمات اصلا ما تفهمهاش، فدي كده اوهام السوق. طب سؤال 10: نوع من الاستدلال يبدا بمشاهده وتتبع الحالات الفرديه، ماشي، جزئيه اهو، للوصول الى حكم عام احتمالي. حلوه الحته دي، خلي بالك المنطق محتاج بس ايه؟ تفكير في السؤال. انا بدات بجزئيه، يعني انت فكر في السؤال وحلله. انا بدات بحالات فرديه جزئيه، تمام، وبعد كده حكمت على على حكم عام احتمالي. طب مين اصلا اللي عمل حكم عام احتمالي؟ بدا من الجزء وانتهى بالكل، ده الاستقراء، بالذات كمان احتمالي، فده اكيد 100% استقراء. حل كده، ماشي، استقراء. تعال بقى ننزل تحت. هو طبعا مش هيجيب لك استقراء، هيجيب لك الحاجات الدالة عليه. طيب الرياضي التجريدي يا معلم، الرياضي التجريدي ده الاستنباط، هو اللي بيتعامل مع الرياضة والمنطق، صح؟ طب اليقين الدائم، ما احنا قلنا الرياضة والمنطق هو اليقين الدائم، هو برضه ده استنباط. السور العقلي برضه ده استنباط. لكن الوحيد اللي بيتعامل مع التجربة والمادي هو الايه؟ الاستقراء. فالإجابة ألف. السؤال ده حلو قوي، السؤال ده حلو وممكن يجيبه لك أصلا في الامتحان. يقول بيكون أن العقل أشبه بالمرآة، لا يقوم بوظيفته كاملة إلا بعد صقله صقلا تاما بحيث تزول منه جميع الأخطاء. نستخرج من المقولة السابقة أحد جوانب منهج بيكون وهو إيه؟ طب بص يا معلم، بيقول لك إن العقل أشبه بالمرآة، عشان أشيل الأخطاء لازم أثقله ثقلا إيه؟ تاما، فهو عايز يتخلص من الجانب الإيه؟ الجانب السلبي. طيب السؤال اللي بعده 12: عند مشاهدتك لمباراة كرة القدم رأيت أن الفريق الأهلي يتكون من 11 لاعبا وكذلك فريق الزمالك، فأصدرت حكما بأن كل فريق الكرة القدم تتكون من 11 لاعبا. نستخرج من المثال السابق أحد أنواع الاستقراء وهو الاستقراء الإيه؟ ممكن أديك نصيحة وتسمعها. بص يا معلم، في الاختيارات زي كده لما تلاقي الاختيارات زي كده حاول عشان خاطر ربنا استبعد. 100% هيجيب لك سؤال في اختيارات زي كده، استبعد. تستبعد ازاي؟ انا اديت لك في المراجعه اسماء زي بعض. يعني ايه اسماء زي بعض؟ يعني مثلا التام هو الاحصائي هو الشكلي، صح؟ الوحيده اللي تنفع عندي الناقص من غير ما اقرا السؤال اصلا، صح ولا ايه؟ طب لو جاب لي الناقص التعميمي العلمي وجاب لي في النص التام، خلاص الناقص هو التعميمي هو العلمي، فانا اختار التام من غير ما تقرا اساسا السؤال. يعني السؤال ده هديه، بلاش تفرط فيه. سؤال 13 بيقول لك ايه؟ يقول احد الفلاسفه: يجب ان ينتقي المنطق المقدمات الكبرى، الفروض العامه. يبقى بص هو عايز يبدا بالكل، حلو، التي يبدا منها الوصول لحكم خاص. يبقى عايز يبدا من الكل وينتهي بالجزء. مين اللي بيبدا عندي من الكل للجزء؟ الاستنباط. شفت انا حليت 13 سؤال وانت حاسس ان الاسئله سهله. عارف لو اديتك الامتحان ده تحله تحس ان الموضوع صعب قوي عليك. مش عارف ليه. عارف ليه؟ انا عرفت ليه. عشان انا بفسر السؤال، انت مش بتفسر السؤال، انت بتتوه في السؤال، ودي مشكله عند كلنا يعني. 14:
يجب على جميع دي مش عليك في الامتحان بس ماشي يعني نحلها بالمره، جت غلطه هنا. يجب على جميع المؤسسات والمنظمات الانتاجيه ان تنتج سلع ومنتجات بجوده عاليه وباسعار منخفضه حتى تنال ثقه العملاء والمستهلكين. ديت كانت تكوين الصوره والانطباع الجيد، دي هتلاقيها في اخلاق المهن اللي جاي. سؤال 15. لا يجوز لاي طبيب ان يمتنع عن علاج مريض او اسعاف مصاب ما لم تكن حالته خارجه عن اختصاصه، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يجرى له ما يراه لازما من الإسعافات الأولية، ثم يوجهه إلى أقرب مستشفى يعكس ما سبق أحد معايير الأخلاق الطبية الحديثة، وهو إيه؟ طب بص كده ركز معايا، أنا طبيب دلوقتي لقيت واحد مريض وهو من تخصصي، تمام؟ لقيت عنده مرض من تخصصي أنا كطب، رحت عملت ايه؟ رحت عملت له الاسعافات الاوليه وبعد كده وجهته لاقرب مستشفى، كده انا عملت ايه؟ نفعت المريض، صح؟ فاسمها تحقيق المنفعه. مستر ليه مش عدم الحاق الاذى يا حبيب قلبي؟ عارف عدم الحاق الاذى اولا مش هيقول لك يعكس، هيقول لك يعارض في عدم الحاق الاذى، وعارف هجيب لك ايه؟ يقول لك ان انا عملت اسعافات اوليه للمريض وهو مش تخصصي، فانا كده عملت له ايه؟ ممكن اذيه، فكده عدم الحاق الاذى يعارض عدم الحاق الاذى. فاهم قصدي ايه؟ لكن هنا انا نفعت المريض فتحقيق المنفعه. اتمنى ان انت تكون فهمت قصدي يعني. 16. قد يلجأ الطبيب او الفريق الطبي الى حقن المريض بعقار لانهاء حياته بسبب معاناته من داء طال مداه. حلوه الحته دي، بسبب معاناته من داء طال مداه ويستحيل الشفاء منه. يعارض، خلي بالك كلمه يعارض دي يعني عكس الكلام ده ايه؟ ما سبق احد القضايا الفلسفيه والاخلاقات الناجمه عن الثوره البيولوجيه، وهي ايه؟ مين اللي اتكلمت ان احنا مش عايزين يا جماعه ننهي حياه الانسان؟ قيمه الحياه وقدسيه. صح ولا لا؟ مش هي اللي اتكلمت عن كده؟ في ناس تروح تختار نزع الوسائل الداعمه، يا حبيبي غلط، حبيبي غلط. لما يقول لك دي توضح ايه؟ الكلام اللي هو مكتوب ده توضح ايه؟ نزع الوسائل الداعمه. لكن هو بيقول لك يعارض، مين اللي عارض الكلام ده؟ قيمه وقدسيه الايه؟ الحياه. سؤال 17. يقول محمد الحاج: يعتبر الصدق هو سيد الأخلاق بالنسبة للطبيب، فيجب عليه أن يكون صادق فيما يقول وفيما يفعل. طب ما دام الطبيب هيقول ولازم يقول صدق، فدي اسمها الايه؟ الافصاح. صح ولا لا؟ طب ايه هي الاهليه؟ ان الانسان يكون مؤهل لسماع المعلومه. ايه هي الطوعيه؟ ان هو يجي بتوعه بمزاجه. هي الموافقه هي امضاء المريض بان هو عايز يعمل العمليه. طب سؤال 18. مجموعه القيم والاعراف التي يتفق جميع العاملين، برضه دي ما كانتش عندك مثال بس نحلها بالمره، على الانضواء تحت رؤيتها في مؤسسه او شركه او قطاع، وتتضمن الحفاظ على جميع حقوقهم وواجباتهم. يضل ما سبق عن مفهوم ايه؟ طب ما ده ما بيقول لك شركه وبتاع، يبقى دي اكيد اخلاق الايه؟ المهن. السؤال ال 19. نقل جزء سليم من جسد انسان الى جسد انسان اخر مستقبل له ليقوم مقام الجزء المختل في اداء وظيفته. توظف العباره السابقه احد القضايا الفلسفيه ايه؟ طب ماشي يا معلم، ما دام بيقول لك ان انا عايز انقل جزء سليم من شخص تاني لجزء اخر، شخص مريض يعني، دي اسمها زرع الايه؟ الاعضاء. سؤال سهل اللي بعده. اذا غاب الهواء غاب الصوت. تصنف القضيه اللزوميه السابقه في احد قوائم بيكون وهو قائمه ايه؟ طب هو مش محتاج، هو عمال يقول لك ايه؟ اذا غاب يبقى ديت ايه؟ النفي. صح ولا لا؟ هو بيقول لك اذا غاب فاكيد دي ايه؟ النفي. طيب سؤال 21. في اسئله كده بيبقى حلها في السؤال بس الطالب بيبقى خلاص فاهم انا مش هحله يعني مش هحله. اوهام تتسرب الى عقول الناس من معتقدات الفلسفات القديمه. حلوه دي. تجسد العباره الجانب السلبي الذي انتقده بيكون المتمثل في ايه؟ طب ركز كده معايا، فاكر كده في اوهام المسرح لما قلت لك هي فيها منها حاجتين، يا اما الفن يا اما يسمع كلام الفلاسفه والعلماء، صح ولا ايه؟ وهيمشي وراهم وخلاص. طب هنا بص اداها لك ايه؟ قال لك اوهام تتسرب الى عقول الناس من معتقد الفلسفات القديمه، واحنا دايما الفلسفات القديمه كانت بالنسبه لنا اوهام ايه؟ اوهام المسرح. ما جابلكش اوهام المسرح خداع المسرح، هي الاثنين واحد. سؤال 22. مرادفات لغويه يستعان بها كوسيلة في التعامل بين الناس والتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم، وقد تؤدي إلى الخطأ. تجسد العبارة أحد أوهام عند بيكون هو إيه؟ طب ما كلمة مرادفات لغوية دي إيه؟ دي لغة صح؟ ما دام لغة يبقى أوهام الإيه؟ السوق، مش محتاجة يعني. السؤال اللي بعده. اطرح المذاهب واطلب الحق بطريقة النظر
لا بالتقليد لتكون صاحب مذهب ولا تكون أعمى مقلد. تدعون المقولة لتجنب أحد الأوهام عند بيكون وهو إيه؟ طب بيقول لك إن أنت إيه؟ اطرح المذاهب، يعني سيب المذاهب ما تمشيش وراهم، واطلب الحق بطريقة النظر بالتقليد لتكون صاحب مذهب ولا تكون أعمى إيه مقلد. طب مين اللي بيدي أفكار وإحنا دايما بنمشي وراهم؟ أوهام الإيه؟ المسرح. طيب اللي بعده، قد يتوهم البعض صحة أشياء لمجرد أن البيئة الاجتماعية التي يعيشون فيها يعتقدون في صحتها، فيكونون متأثرين برؤية بيئتهم في أمور حياتهم كلها. توظف العبارة أحد أوهام بيكون وهي إيه؟ طب بص يا معلم، ركز كده معايا، الحتة دي مهمة. قد يتوهم البعض صحة أشياء لمجرد البيئة الاجتماعية. خلي بالك مين اللي كان بيدي لك في الأوهام لما جينا شرحنا؟ قلنا أنت بيجي لك شوية أوهام اللي هي أوهام الكهف. مين اللي بيديها لك؟ البيئة الإيه؟ الاجتماعية، صح؟ فإذا لما يكلمك عن البيئة الاجتماعية هي السبب في إن هي طلعت لك الأوهام دي، على طول تعرف إن هي أوهام الإيه؟ الكهف. طب اللي بعده، كل مصري أفريقي ومحمد مصري، إذا محمد أفريقي، ماشي، بدأ بالكل وانتهى بالجزء، يبقى ده على طول استنباط. اعمل كده على طول يا معلم، ده ايه؟ استنباط. طيب احنا اكيد مش هنلاقي تحت استنباط، هنشوف الحاجات اللي تدل عليه. طيب صاعد يفيد حكم عام. طب بص كده يا معلم، يعني بعقلك كده، سيبك من كلمه صاعد ممكن انت ما تعرفهاش. يفيد حكم عام هو بينهي بايه؟ بالجزء، صح؟ يعني يبقى ايه؟ خاص. يبقى اكيد مش يفيد حكم عام، يفيد حكم خاص، فدي عندي غلط. تجريبي، انا قلت لك التجريب هو الايه؟ الاستقراء، فدي مش عندي برضه. يفيد الحكم والصدق الاحتمالي، انا قلت لك اصلا اللي بيبقى احتمالي هو الايه؟ الاستقراء. اظن الحاجات دي بقى خلاص المفروض ما تغلطش فيها تاني، يعني انا حليتها لك اهو، شرحتها لك وقلت لك 700,000 مره، المفروض خلاص بقى تترجم في دماغك. بعد كده فات الحكم والصدق اليقيني، هو الوحيد اللي بيبقى يقيني هو الاستنباط. طب ليه يا مستر هو الوحيد اللي بيبقى يقيني؟ عشان بيعتمد على الرياضه والمنطق، والرياضه والمنطق دايما ايه؟ اكيد. تمام تمام. يبقى الاستقراء مش يقيني، احتمالي، لكن الاستنباط يقيني مش احتمالي. 26، الانتقال من احصاء ومعرفه كامله بالافكار الجزئيه. طب ممكن معلش ممكن ما نقراش السؤال؟ يلا اقفل كده وشوف انت هتحله ولا لا. يلا هو بص ادالك نفس السؤال واحنا المفروض نستبعد. استبعد كده، اديك بس ثانيه كده استبعد فيهم، اقفل بعد كده شوف انا جاوبت صح او انت جاوبت صح ولا لا. العلمي هو الناقص هو التعميمي، يبقى الاجابه الوحيده عندي ايه؟ ج، التاني، من غير ما اقرا السؤال اساسا. طيب يقول الامام الغزالي أن تتصفح جزيئات كثيرة داخلة تحت معنى كلي، حتى إذا وجدت حكما في تلك الجزيئات حكمنا به على ذلك الكل. طب بص كده يا معلم، أنا بدأت بجزيئات وبعد كده حكمت على الكل، يعني بدأت بحاجات جزئية بعد كده حكمت على الكل، ده الاستقراء الناقص، صح؟ يعني فحصت جزء بعد كده حكمت على الايه؟ على الكل، ده كده الاستقراء الناقص. طب انهي واحده فيهم تدل على الاستقراء الناقص؟ فاكر لما جيت قلت لك ان الاستقراء الناقص يمكن من التنبؤ بالحالات المماثله؟ شفت انا بحل ازاي؟ عشان فاهم المنهج بس وعارف احلل السؤال. يمكن من التنبؤ بالحالات الايه؟ المماثله، ده الاستقراء الناقص. لكن تكون نتائجه مساويه للمقدمات، وده استقراء تام. يفحص جميع جزيئات الظاهره، استقراء تام. تكون نتائجه تكرار وتلخيص المقدمات، برضه استقراء تام. يعني حتى برضه انا ممكن ما اقراش السؤال اعرف من الحاجات دي، ده استقراء دايم. استقراء تام يبقى ده الوحيد اللي ناقص، يبقى هو الايه؟ الاختيارات. ان عمر العلم يقاس بمدى تطوير الوسائل التجريبيه المستخدمه للاكتساب، وتشير المقوله الى منهج ايه؟ طب يا حبيب قلبي، مين المنهج التجريبي؟ الاستقراء، صح؟ طيب تعالى نشوف تحت. سوري بعيدا عن الواقع، طب ما سوري ده هو ايه؟ استنباط، فانا مش عايزه. صدق نهايته يقيني دايما، ده استنباط مش عايزه. العلوم والرياضه والمنطق، ده ايه؟ استنباط مش عايزه. مين الوحيد اللي بيستخدم الاستقراء؟ العلوم الطبيعيه والايه؟ والانسانيه. طيب 29 بيقول ايه؟ استدلال يهدف الى التواصل لاستنتاجات او تعميمات. طب انا بستنتج وبعمم، حلو، خلاص انا مش محتاج تقريبا اكمل، يعني ما دام بستنتج وبعمم يبقى ده استقراء ناقص. شفت من اول كلمه؟ تجاوز حدود المعلومات او المشاهده المحدوده والتي توفرت في خبراتنا السابقه، نستخلص مما سبق استدلال ايه؟ طب هو استقراء ناقص طبيعي. طب تعالى نشوف كده، يلا. صدق نتائجه احتمالي ترجيحي، طيب ماشي، هي طلعت اول اجابه هي صدق نتائجه
احتمالي ترجيحي. طب تعالى كده نكمل. صدق نتائجه يقيني دايما، ده استنباط. هابط ينتقل من الكل الى الجزء، ده استنباط. سوري منهج للعلوم الرياضيه، ده استنباط. وانا عايز استقراء ناقص، يبقى هي اول ايه اجابه. السؤال اللي بعده: يرى بعض الفلاسفه ان الطبيعه لها قيمه كاداه لتحقيق الغايات البشريه، وهذه الغايات معقده وكثيره تمد من الغذاء الذي تزودنا به الحيوانات والنباتات، وصولا إلى المتعة الجمالية التي تثيرها المناظر الطبيعية. يجسد الرأي السابق مظاهر علاقة الإنسان بالبيئة في مرحلة إيه؟ طب بص كده يا معلم، بيقول لك إيه؟ يرى الفلاسفة إن طبيعة لها قيمة كأداة لتحقيق الغايات البشرية. هو عايز بص يعمل إيه؟ عايز يحقق الغايات البشرية كمان فقط، يعني عايز يحقق الغاية البشرية فقط. ودي يعني ظهرت معانا في التفسير والتوظيف، مرحله التفسير والتوظيف. وساعتها اتكلم افلاطون على المركزيه البشريه. لو تفتكر ان هو البشر او الانسان هو مركز الايه؟ مركز الكون. فبعد كده بيقول لك ايه؟ ديت بقى انهي علاقه؟ بص شفت انا حللت ازاي؟ عرفت خلاص غايات البشر فقط، يبقى هو بيتكلم عن التفسير والايه؟ والتوظيف. طب انا عايز انزل تحت اشوف التفسير والتوظيف. طب تعالى كده. سن التشريعات لحمايه البيئه دي احترام والصون. خضوع وخنوع الانسان دي ايه؟ دي التقديس والتأليه. إيقاظ الأخلاقيات البحث العلمي دي مش معانا. هيمنة فكر المركزية البشرية في الكون، هي ديت التفسير والإيه؟ والتوظيف. طيب اللي بعدها: طالما إننا نعد الحيوانات موجودات لديها خيرات الخاص بها، والذي يجب حمايته من خلال دور الفاعلين الأخلاقيين، حيث نعز لهم المكانة القانونية لحماية الحقوق. يشير ما تحته خط في المقولة السابقة لأحد مراحل علاقة الإنسان بالبيئة، وهي مرحلة إيه؟ طب هو عايز يحمي الحيوانات، فكده من الآخر عايز يعمل إيه؟ هل تفسير العالم للطبيعة لما في مرحلة التفسير والتوظيف حب إن هو يحمي الحيوانات؟ لا. الاعتداء على مقدار البيئة، طب بيقول لك عايز أصلا يحمي الحيوانات، يبقى مش دي. التحكم في الظواهر الطبيعية اللي هي الاستغلال والسيطرة، لا ما اتكلمش عن حماية الحيوانات. التحذير من العبث في البيئة، دي هي الوحيدة الصح اللي هي الاحترام والإيه؟ والصون. طب اللي بعده: عبادة الشمس والقمر كانت ركنا أساسيا في ديانات في حضارتي المايا والأنكا في أمريكا الجنوبية، وارتبطت عندهم العبادة بتقدم التضحيات البشرية لإرضاء الآلهة. نستخلص من العبارة السابقة علاقة الإنسان بالبيئة في مرحلة إيه؟ طب ماشي، بيقول لك عبادة الشمس والقمر، يبقى إيه؟ تعال ناخد واحدة واحدة. العبادة الشمس والقمر دي اللي هي كانت الإيه؟ التقديس والتأليه، صح؟ طيب تعالى كده ننزل تحت، ما لناش التقديس والتأليه، بس ايه اللي تشيل التقديس والتأليه؟ الخضوع والخنوع بس. طيب اللي بعده 33: إن جمال الطبيعة أمر مفرح، وعلى المرء أن يشارك في صنع هذا الجمال. طب حلو. ليس أن يتأمله فحسب، بل يزرع الزهور التي تسعد نظراته وتنشر روائح العطرة في كل مكان حوله. تشير على الواقع إلى أحد مظاهر اهتمام الفكر المصري القديم المتمثل في إيه؟ طب بص يا معلم، هو اتكلم ان البيئه، هو هنا عايز يقول لك ايه؟ ان المصري القديم شاف ان البيئه جميله، وان هو مش بس يبص عليها ويتامل، لا ده يزرع الزهور. هو كده عمل ايه؟ اتكلم عن نهر النيل؟ لا. اتكلم عن تعويذه اعلام براءه؟ لا. اتكلم عن كتاب الموتى؟ لا. اتكلم عن ايه؟ حب البيئه. هو عايز يبين لك ايه؟ حب البيئه اللي عنده. طب 34: ليكن التعاون بين الانسان وبقيه الكائنات من وجهه نظر المصلحه المشتركه. اهو بص، التعاون ما بين الانسان وبقيه الكائنات من وجهه المصلحه الايه؟ المشتركه. هو اساس النظره الانسانيه الى البيئه. طب هو عايز يقول لك ايه؟ عايز يقول لك ان هو الانسان والحيوان او الكائنات الاخرى ما بينهم مصلحه مشتركه. دوت عايز يعمل ايه؟ التوجه الايه؟ الوسطي، اللي هو انا هستفيد منك بس مش هاذيك، ما بيننا مصلحه مشتركه، ده الايه؟ الاتجاه الوسطي. الاسئله دي مهمه 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 جدا، يعني حاجات كده مش بتلاقيها في الشرح. هذا التمساح هو المعبود سوبك، أحد الآلهة ذو الشهرة الواسعة، وكان لعبادته مركزان، أحدهما في الفيوم والثاني في صمون. يصف القول السابق أحد جوانب اهتمام الفكر المصري القديم بالبيئة، وهو إيه؟ طب بص معنا، هل اتكلم هنا عن نهر النيل؟ لا يا مستر. اتكلم هنا عن تعويذة إعلان البراءة، اللي هو أنا مثلا ما أذيتش البيئة ومش عارف إيه والكلام ده؟ لا يا مستر. اتكلم عن كتاب الموتى لدى المصريين؟ لا يا مستر. اتكلم عن ايه؟ اتكلم عن المعبود سوبك. بص اهو، هي احدى الالهه، يعني
صوره من الايه، من الاله ذو الشهره الواسعه، وكان لعبادته كمان نتكلم عن ايه، عن المكان بتاعه، فكده للبيئه صوره وايه واشكال ديانات. طيب السؤال اللي بعده 36. الطبيب لا يحق له التسبب في وفاة مريض عمدا، لأن ذلك يعد جريمة جنائية، حيث يمنع منعا باتا قتل مريض حتى ولو كان يعاني من مرض خطير. ومن واجب الأطباء مساعدة الشخص المحتضر حتى آخر النفس. يبرهن ما سبق على إحدى القضايا الفلسفية والأخلاق الناجمة عن المسار البيولوجية، وهي إيه؟ طب بيقول لك إيه؟ الطبيب لا يحق. طب مين اللي قال إن الطبيب لا يحق إن هو يأذي المريض وإن هو يقتله؟ قيمة الإيه؟ قيمة الحياة. طب اللي بعد 37. لو أصبحت أعضاء بني البشر قابلة للنقل بسهولة من إنسان إلى آخر، فإن أمن كل إنسان سيصبح مهددا، وسيكون كل فرد عرضة للقتل بقصد السرقة. فبيقول لك لو احنا عادي ينفع ان احنا ننقل الاعضاء بتاعت البشر بسهوله، فكده يبقى الانسان مهدد، لان هيكون السرقه ايه، عمدا ما بين الناس وبعضهم. يعطي ما سبق مثالا على احد القضايا الفلسفيه والاخلاقيه الناجمه عن ثوره البيولوجيه التي تتمثل في ايه؟ اكيد تعريض الانسان للمهانه والاستغلال. ليه يا مستر؟ ما هو يا حبيبي بيقول لك لو انا دلوقتي بقى نقل الاعضاء بقى سهل، فكده الانسان هيحصل له ايه؟ الاستغلال، صح ولا لا؟ لو زرع الاعضاء بقى سهل، الانسان هيحصل له ايه؟ استغلال. طيب سؤال 38، يلا هانت اهو. يقول هانز يوناس: ليس من الخطأ أن نسمح للمريض الذي يعاني من غيبوبة مستمرة أن يموت بكرم، فلندع الطبيعة تأخذ مجراها. يناقش القول السابق الخلاف حول إحدى القضايا الناجمة عن الثورة البيولوجية في علم الطب، وهي إيه؟ طب ماشي، ما بيقول لك هانز يوناس إن إحنا ما ينفعش إن إحنا نأذي المريض ونخلي الطبيعة تأخذ مجراها، دي إيه؟ قدسية برضه الحياة هي اللي قالت الكلام ده كله. 39. تقوم بعض الدول بمعالجة موضوعات هامة كتفنيات الإنجاب الحديثة والفحوض الوراثية والعلاج الوراثي، كما تتخذ طابعا استعجاليا للتحكم في الأمراض المستوطنة لديها. طب معلش كده، أول بس السؤال بيقول لك إيه؟ تقوم بعض الدول، وأنا قلت لك بصمج الحتة دي مش عايزة تتعمل، ماشي صح، يخرب بيت كده نسيتني. تقوم بعض الدول، انا قلت لك اصلا اول ما يجيب لك دوله يبقى دي ايه؟ سياسه صحيه على طول. اول ما اكلمك الدوله هي اللي بدات تاسس او المسؤولين عن الطب بدات تعمل، دي سياسه ايه؟ صحيه، من غير ما تقرا السؤال اصلا بصمج الموضوع ده. بص بقى الحته دي مهمه، الحصول على توقيع المريض. ما دام قال لك توقيع المريض يبقى دي الموافقه على طول، ما دام قال لك توقيع المريض يبقى دي موافقه. طيب اللي بعده، السماح للمريض بطرح الاسئله التي تناسب احتياجاته والحصول على الإجابات من قبل الباحث. نستخلص من سبق أحد عناصر الموافقة المستنيرة الذي يهدف إلى إيه؟ طب أنا دلوقتي لو خليت المريض يقول الأسئلة بتاعته وأنا جاوبته، إيه اللي هيحصل ما بيني وبين المريض؟ هيحصل إيه؟ تحقق الثقة بين الإيه؟ الطبيب ومرضاه، صح ولا لأ؟ أكيد، ما أنا خليت المريض يسألني أسئلة وأنا قعدت أجاوب عليه، فأكيد هيحصل ما بيني ثقة. طبعًا طرح الأسئلة وإن أنا أجاوب عليه دي في حتة إيه؟ الإفصاح، عشان برضو تبقى انت عارف الافصاح والفهم. والافصاح والفهم انا قلت لك اصلا بيؤدوا الى ايه؟ الثقه بين الطبيب والايه؟ والمريض. شوف جزء بس شرح بسيط حلل لي الايه؟ السؤال. طيب 42. بعض البحوث التي تشتمل على خطوره يجب ان يوضح فيها الطبيب حجم التعويض او معالجه الطبيب المتوفره عند حدوث الضرر. ما دام كلمه يوضح يبقى ايه؟ يخبر، فهي دي الايه؟ الافصاح. وبكده انا خلصت لك الاسئله. الاخطر لسه راح فين؟ الاسئله المقالي عندنا حوالي اهو لسه 9 8 اسئله مقالي، ركز معايا فيهم. اوعى تروح في حته وتاخد بريك، اصبر حل معايا يلا. انا عارفك لو رحت مش هتيجي مش هروح. يلا المقالي بيقول ايه؟ الموطن او الموضع. طب بيكلمك عن الموطن او الموضع. طب ما انا عايز احل كده بلون تاني عشان احس ان احنا اختلفنا. الذي يرجع اليه الانسان فيتخذ منه معيشته. استنتج معنى البيئه المشار اليها فيما سبق. ما دام اتكلم عن الموضع يبقى دي البيئه ايه؟ لغويا معروف. طيب اللي بعده، مجموعه القواعد التي يتم وضعها من اجل الوصول لحقائق مقبوله حول الظواهر
موضوع البحث من قبل الباحثين في مختلف مجالات المعرفة الإنسانية. حلل ما سبق في ضوء دراستك للعلم كمنهج في التفكير. بص يا معلم، لما يكلمك يقول لك حلل ما سبق او اشرح بطريقتك دي، ليها كذا اجابه على حسب ما انت فهمت الموضوع. حاول تكتب باللغه العربيه. يعني مثلا انا كلمني عن العلم منهج في التفكير، انا ايه اللي انا شرحته في العلم منهج في التفكير؟ يعني مثلا لكل عالم موضوعه الخاص، ولكن يشتركون في نفس طبيعة المنهج. اهو خلصت، ادي حاجة في العلم منهج ايه؟ في التفكير. طيب اللي بعده، يعاني احد الاشخاص من مرض عقلي ويحتاج للتدخل الجراحي. حلوة من مرض عقلي دي، هي اللي حلت السؤال اصلا. اللازم، فلجأ الطبيب الى اقاربه من الدرجة الاولى لكي يستطيعوا فهم وموازنة الموقف، الوصول للقرار الصحيح في اقرب وقت حتى لا تتدهور حالته. استخرج احد عناصر الموافقه المستنيره المشار اليها، وهي الايه؟ الاهليه. طبعا ان الانسان لازم يكون ايه؟ مؤهل. طبعا ده عنده مرض عقلي فهو مش مؤهل للحاجات دي. طب اللي بعده، الانسان هو الجاني والضحيه في نفس الوقت حيث ظهر الفساد في البر والبحر. اكشف عن احدى مراحل علاقه الانسان بالبيئه المشار اليها. ما دام هو الجاني والضحي، يعني هو بيقضي على الحاجه وبيضحك كمان على نفسه، دي مرحله القهر والايه؟ والاستبداد. طيب اللي بعده، خلاص انا قربت اخلص اهو، فاضل 3 اسئله. ترجحت علاقة الإنسان بالبيئة بين الاستبداد والوعي. ناقش 2 مرحلة علاقة الإنسان بالبيئة المشار ليها. بص عشان بس أنت بتروح في حتة مش حلوة، لما يجيب لك حاجة زي كده خدها واحدة واحدة. الاستبداد دي مرحلة الإيه؟ القهر والاستبداد. طب إيه المرحلة اللي بعديها اللي حصل فيها الوعي؟ الاحترام والصون. ما تروحش أنت بقى يا معلم تجيب لي ايه؟ التفسير والتوظيف. يا حبيبي هو اصلا بدأ بالاستبداد وبعد كده الوعي، الاحترام والصون. ما تجيبش قهر واستبداد وبعدها التفسير والتوظيف، لا، امشي واحده واحده زي ما بيقول لك في السؤال. تمام؟ عشان بس الحته دي لقيت ناس كتير اتلخبطت فيها. قدم احد المفكرين مجموعه من الافكار تركزت على نقد العقل التقني وصولا الى تنبيه تصورات بديله تقوم على النظريه الاخلاقيه، ليحذر من اثر نزع الوسائل الاصطناعيه الداعمه للحياه. تشير العباره لاحد مفاهيم عبر عنها باسلوبك. اهي دي على فكره بيحب يحطها لك اول حته دي في الامتحان، اللي هي عبر عنها باسلوبك. طب هو بيكلمك هنا عن ايه؟ قيمه الحياه. تقدر بقى تشرح بقى وتعبر باسلوبك عن قيمه الحياه. يعني مثلا هتقول له هل الحياه قدسيه في حد ذاتها؟ اهو ادي مثلا انا عبرت عنها باسلوبي. وتبدا بقى تتكلم تقول ايه؟ ان نزع الوسائل الصناعيه شيء غير مرضي في الحياه، ولازم نسيب الطبيعه تاخذ مجراها والكلام ده كله. تبدا تكتب باسلوبك اي حاجه عن قدسيه الايه او قيمه الايه؟ الحياه. طيب السؤال اللي بعده، تعلق ليه؟ يلا اخر سؤال. وفرت الحكومه المصريه. ما دام اكلمك عن الحكومه وفرت يبقى انت عرفت انت رايح فين على طول. مركز التلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهوريه، منها 180 مركزا في اماكن سفر، بالاضافه الى 14 مركز لتلقي اللقاح في المحافظات التبادليه لمترو الانفاق، و97 نقطه لتسجيل بص هو عمال يتوهك في السؤال، في الاخر بيقول لك استخلص ما تشير العباره اليه لاحد مجالات الاخلاق البيطريه. ما دام قال لك وفرت الحكومه على طول، دي ايه؟ السياسه الصحيه. وقبل ما تقفل حبيت اقول لك بحبكم يا بصميك، عشان انت حبيبي عملت لك احلى قلب اهو. انتهت الاسئله. ودلوقتي يا معلم انا خلصت معاك حل ال 50 سؤال، هم 49 بس ماشيين 50. خلصت معاك ال 50 سؤال الاخطر المقالي. حابب اقول لك انت لو حليت السؤال ده وشفت او حليت معايا الاسئله دي وشفت المراجعه اللي انا منزلها على اليوتيوب، انت كده ما فاتكش اي حاجه من المنهج، واكنك بدات من اول وجديد. عايزين حاجه؟ سلام.